اقدر اقولك انه طبعا كل ما بنكبر كل ما نظرتنا بيبقى فيها نضج اكتر. لو هقارن نظرتي زمان ممكن كانت تبقى ما فيهاش وعي كفاية، بس اقدر اقول الحمد لله انا محظوظة جدا وبحمد ربنا طول الوقت على ده، ان انا اهلي الحمد لله يا رب ناس واعيين ومثقفين وبيقدروا جدا البني ادم، يعني بيقدروا ان مي بتفكر كذا او عايزة تعمل كذا. طبعا اول مواجهة واجهناها انه لما جيت استقيل من شغل الحكومة واسيب صيدلة اصلا واشتغل تيتشر، بالنسبه له هتشتغلي مدرسه؟ اوكي، يعني مش هتبقي انت دكتوره دكتورة. وهتبقي مدرسه؟ اوكي. بالظبط. بس انا اتفاجئت، يعني انا كنت متخيله ان انا هواجه مقاومه رهيبه، بس انا اتفاجئت ان هم سبورتد الموضوع جدا جدا، لان هم فهموا صح. يعني هم لما انا اتكلمت معاهم شرحت لهم الموضوع صح. انا لما عملت الكارير شيفت ده كنت في السعوديه، اوكي. فساعتها شرحت لهم الظروف، الموضوع هنا مش سهل وهسيب آدم طول الوقت وهعمل وبتاع، فهجرب تمام. وبعدين هم بقوا عندهم قناعة وبقوا شايفين انه يعني يا فرحتي لو انا بقول على بنتي دكتورة بس مش مبسوطة في حياتها بس مش مبسوطة في حياتها. وبعدين برضو يعني خد بالك احنا عندنا في مصر ثقافة الألقاب قوي يعني. اه، ما هو الشهادات. ماشي الشهادات دكتورة، بس في الآخر أنا قاعدة في صيدلية مستشفى حكومي، يعني مش هنوصف المستشفى بيبقى شكلها عامل إزاي، يس. ولا أنت شغال في مدرسة انترناشنال حلوة جدا، مكان نظيف في ناس نظيفة. فمش موضوع دكتورة، ما هو الدكتور ده بيشتغل في بيئة عاملة إزاي. صحيح. لو أنا دكتور وعايش حياة حلوة وفي بيئة حلوة تمام، لكن أنا ما كنتش، ولا أنا بحب الصيدلة إن أنا أفتح صيدلية، ولا كنت عايزة بروسيد في أي حاجة تخص الصيدلة. فأنا كنت بشتغل الشغل المتاح اللي هو شغل الحكومة أو صيدلية في اي حته وات ايفر. يس يس يس. فلما اشتغلت في مدرسه انترناشونال حسوا انه الموضوع لا، يعني الموضوع اتس اوكي، انه اتس اوكي ان هي تدرس، يعني مش عيب. حسيت ان هم تفهموا الموضوع الحمد لله، ما قاوموش